أطيب نقانة وبأسهل طريقة، وكتير طيبة، وبتصير معاكم بكل سهولة، طرية وجوسي ومأمرة بنفس الوقت. بتقسميها بتطلع كتير طرية وطعمتها كتير طيبة، والخضرة عاطيتها كتير نعومة رائعة، وطريقتها ولا أسهل من هيك، وبتتقدم بأفخم العزايم وبأفخم الجمعات. شوفوا الطريقة معكم. إذا حبيتوا لا تنسوني من اللايك والشير. بالبداية بنجيب البايركس وبنحط فيه بصلة مفرومة بهالطريقة هي لجوانح. طبعا على كيفكم طريقة الترم. فليفلة خضراء، فليفلة حمراء، بنحطهم كلهم مع بعض بهالطريقة، وفليفلة صفراء. طريقة الترم كل إنسان على حسب هو شو بيرتاح. أنا ترمتهم بهاي الطريقة. هاي الخضرة بتعطيها كتير طراوة وكتير طعمة طيبة ومميزة. نحط لها البهارات ملح وفلفل، بابريكا أو فلفلة حمراء وزيت، ومنخلطهم كتير منيح. بعدها بنحط النقانة بنصفهم بهاي الطريقة وحدة جنب وحدة لحتى تصير معنا الكمية متجانسة وحلوة. شوفوا كيف الطريقة. طبعا أنا النقانة هدول بشيش عملتهم بلحم فروج. ترمت صدر وتبلته وبعته لعند الزلمة يساوي لي اياه نقانق بهاي الشكل بطارة معينة هن بيسووها بهذا الشكل. صفيت كل النقانق بهاي الطريقة وبحطهم بالفرن، وبحطهم على درجة حرارة منخفضة لحتى يستووا كتير منيح. هن لحالهم بيطالعوا زيت وبيطالعوا العصارات اللي فيها والدهن اللي فيها بتطلع مباشرة عن طريق الشوي بالفرن، ما انه محتاج اي شيء. بنشغل من تحت بعدين بنشغل من فوق، بس اللي حسيناها انها استوت من تحت وطالعت الدهن اللي فيها بنشغل من فوق. بهي الطريقة بتطلع. بتمنى انها تعجبكم وتنال اعجابكم. كتير سهلة وكتير طيبة وما بتاخد وقت ابدا. واذا عجبتكم لا تنسوني من لايك والشير وتعليقاتكم الحلوة. بحبكم كتير. كانت معكم قناة ام عصام.